وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي جعل القرآن لسانا عربيا وتبيانا، وجعل اللغة العربية لفهم القرآن والسنة مفتاحا وبيانا. وأشهد أن لا إله إلا الله أنعم باللسان على الإنسان منة توضيحا وإعطاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح الناس لسانا وأحسنهم بيانا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين سلكوا طريقته لغة وبيانا وإعرابا. المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. ومواصلة للحلقة الأولى، المدخل في علم اللغة العربية أو اللغات. تحدثنا عن اللغات البشرية، والآن نواصل في هذا المضمار ونقول اللغة العربية في العصر الجاهلي، وهو العصر قبل الإسلام، ونخص هذا العصر لوجود قبيلة قريش فيه ونزول الوحي بلغة قريش وهكذا. في البدء نكون مع مفهوم المصطلح الجاهلي. الجاهلية لغة مأخوذة من الفعل جهل، والجهل معناه خلاف العلم. جاء في لسان العرب الجهل نقيض العلم. ووردت مشتقات الكلمة في القرآن الكريم بمعان عدة، منها الخلو من المعرفة كقوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يحسبهم الجاهل معناه خلو من المعرفة. ثانيا الطيش والسفه في قصة سيدنا يوسف مع إخوته، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ثالثا الفترة الزمنية، وجاء في تفسير الطبري: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هنا الجاهلية الأولى ما بين عيسى ومحمد عليهم السلام، واختلف المفسرون في ذلك، وقال منهم آخرون ذلك ما بين آدم ونوح، وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى، فيكون معنى ذلك ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإن قال قائل: أفي الإسلام جاهلية حتى يقال عنه الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام؟ قيل فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية، هي فترة زمنية قبل الإسلام أطلق هذا المفهوم الجاهلي على فترة من الزمن، والأرجح هو بين عيسى وسيدنا محمد عليهم السلام. هذه الفترة تغيرت فيها الديانة الحنيفية التي كانوا عليها قريش أو العرب في ذلك الوقت، فخلطوا في دينهم، فكانت هنالك جاهلية، وللجاهلية أخلاق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء حينما نازعه لرجل نازعه: يا ابن فلانة، كان يعيره بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدرداء إن فيك جاهلية، أي أخلاق الجاهلية. فإذن
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من عمل أهل الجاهلية لا يدعهن الناس: الطعن بالأنساب، والاستمطار بالكواكب، والنياحة. يعني هذه أفعال جاهلية. فمعنى كلمة الجاهلية مقصود منها هنا الفترة الزمنية التي عاشها هؤلاء العرب وفقدوا فيها دين سيدنا إبراهيم، دين القيم، الحنيفية. واصطلاح المؤرخون على أن لفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال، ومعناه الصفات المرذولة التي كان عليها الأمة قبل الإسلام من الجهل بالله وبرسوله وشرائع الدين، والمفاخرة بالأنساب، والكبر والتجبر. هذه أخلاقهم في ذلك الوقت، وهي منافية للدين الإسلام، والدين عند الله الإسلام. وقد يكون اسما لحال أي الزمان، ومعناه المدة التي كانت قبل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، زمن الكفر مطلقا، وقيل ما قبل الفتح، وقيل ما كان بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم والمبعث. وبهذا قال ابن حجر: ومنه قوله تعالى: تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وذلك لما كان عليه العرب من فاحش الجهالات في العقيدة والعبادة والتشريع والمعاملات والأخلاق التي انتقلت إليهم وشاعت بهم وتأصلت في نفوسهم حتى صارت دينا حل محل الحنيفية السمحة، ملة سيدنا إبراهيم. إذن هذا مفهوم الجاهلية، وهو مصطلح إسلامي ركز فيه الإسلام على هذه الفترة التي كانت منقطعة بين سيدنا عيسى عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نتكلم عن أقسام العرب وتاريخهم الآن. يقول ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل عليه السلام، وأن العرب العاربة منهم عاد وثمود، وتسمى بالعرب البائدة، أي انتهت بادت، وتصم وجديس وأميم وجرهم والعمالق وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله. هؤلاء كانوا من العرب العاربة يتحدثون اللغة العربية قبل الإسلام. إلا الله كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام في زمانه أيضا. وأما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز فمن ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. وأما عرب اليمن وهم حمير، كما ذكرنا حمير ابن قحطان، وهو من جنوب الجزيرة العربية. فالمشهور أنهم من قحطان، واسمه مهزم قاله ابن ماكولة، وذكروا أنهم كانوا 4 إخوة: قحطان وقاحط ومقحط وفالق وقحطان ابن هود. هذه القبيلة كانت في اليمن الحميرية. وقال علماء النسب منهم محمد ابن إسحاق: اسم سبأ مملكة السبأ نسمع بها كثيرا، وجاء ذكرها في القرآن الكريم. هي تنسب لعبد شمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وكان أول من سبأ من العرب فسمي سبأ. فالتسمية كانت بسبب أنه أول من سبأ من العرب، وكان يقال له الرائش لأنه كان يعطي الناس الأموال من متاعه. فالعاربة هم العرب الأولى الذين فهمهم الله اللغة العربية ابتداء فتكلموا بها، فقيل لهم عاربة، أي بمعنى الراسخة في العروبية. وقد يقال فيهم العرب العرباء، وهم العرب البائدة الذين بادوا ودرست آثارهم. أما المستعربة قال في نهاية الإرب:
المستعربة هم الداخلون في العروبية من بعد العجمة أخذا من استفعل بمعنى السيرورة. وهنالك قبيلة أو قبيلة تسمى قبيلة العدنانية، والتي تنتسب إلى سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. يقول ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: لا خلاف أن عدنان من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. أصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان، وذلك لأن عدنان ولد له ولدان، ولعدنان أيضا اسمه الحارث، وآخر يقال له المذهب. إذن عدنان ينتسب إلى سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف وطيب أصله المنيف. قال الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قال ابن كثير في تفسيره: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل، وذلك أنه قال: زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. هذا عناد من أبي جهل وتنافس غير شريف. كانوا على فرسي رهان، وحتى قالوا بني عبد مناف إنه منهم رسول، يأتي رسول، قالوا لن نؤمن به. ولما سأل هرقل ملك الروم لأبي سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام، قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة صلوات الله عليهم أجمعين. إذن هذا هو النسب الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، واختيار كريم من الله سبحانه وتعالى. وجاء في مسند الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاش، واصطفاني من بني هاشم. إذن هذا الاصطفاء لهذه الرسالة الخاتمة النبوية الأخيرة. إذن نذهب إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن مضر ابن نزار ابن بعد ابن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم بإجماع الناس. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي.
مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم في شرف العربية. والآن نتحدث أو نتناول تاريخ الأبجدية العربية. والأبجدية هي الحروف العربية التي كتب بها القرآن الكريم. وأغلب الآراء تشير إلى أن الخط العربي الحالي اشتق من الخط المسند، والخط المسند هو كان في حمير. وقد سمي الخط الحالي بخط الجزم القطع لأنه تم جزمه أي قطعه من خط المسند. فقد ظهر في جنوب الجزيرة العربية في اليمن الكتابة العربية المعروفة بخط المسند مع ظهور مملكة سبأ قبل القرن العاشر قبل الميلاد، ثم توقف استخدام هذا الخط مع القرن السابع الميلادي، حيث كان لظهور العصر الإسلامي أثر كبير في لفت الانتباه للكتابة العربية المكتوبة بلغة قريش، والتي تطورت بدورها أيضا في تنقيطها. وتشير الروايات المتواترة إلى أن الكتابة العربية اشتقت من الخط الحميري المسند الذي انتقل إلى العراق في عهد المناذرة، حيث تعلمه أهل الحيرة، ثم تعلمه أهل الأنبار، ثم انتقل إلى الحجاز عن طريق القوافل التجارية والأدبية التي كانت لقريش. وقد أخرج الحافظ أبو طاهر السلفي بسنده عن الشعبي ما يؤيد ذلك، فقال: أول العرب الذي كتب بالعربية هو حرب ابن أمية، تعلم من أهل الحيرة، وتعلم أهل الحيرة من أهل الأنبار. إذن هذه الفترة سميت بالجاهلية فقط في الجانب العقدي والجانب الأخلاقي، أما هذه الفترة كانت لها حضارة وكانت لها ثقافة. ومن الحضارة والثقافة في هذا العصر أكدت الدراسة أن الشعر العربي صور مظاهر الحضارة المادية للعرب في العصر الجاهلي في بيئاتهم المختلفة. لذلك قيل إن الشعر ديوان العرب، إذ تجلت صورة الحضارة المادية بوضوح، وهذه المظاهر الحضارية الاجتماعية كانت لهم مظاهر حضارية اجتماعية، وكانت لهم صناعات وحرف وبناء والعمارة والكتابة. وأما المظاهر الاجتماعية فقد تمثلت في الملابس وطريقة صنعها ومادتها ومعرفة العرب لأنواع كثيرة من الحلي بأشكاله المختلفة. وكذلك عرف العرب صناعة الطيب وأدوات حفظه. هذه المظاهر حضارية كانت موجودة في ما يسمى بالعصر الجاهلي قبل الإسلام. وهنالك رحلة معروفة لقريش كانت وذكرت في القرآن الكريم، رحلة الشتاء والصيف. وهذا دليل على أن قريش كان لهم اتصال خارجي بالجوار. قال تعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذن هذه الفترة التي كانت تعيش في جاهلية الاعتقاد والأخلاق، ولكنها كانت لهم حضارة، كانت لهم ثقافة، وكانت لهم رحلة للجوار يتواصلون بينهم بالتجارة والثقافة. يقول الطبري في تفسيره في رحلة الشتاء والصيف: كانت لهم رحلتان. الرحلة الأولى إلى الشام في الصيف، والشتاء إلى اليمن في التجارة. فإذا كان الشتاء امتنع الشام منهم لمكان البرد، وكانت رحلتهم في الشتاء إلى اليمن حيث كانوا تجارا، وهذا دليل على تواصلهم مع غيرهم في ذلك الزمن وتأثرهم بالحضارة الفارسية والحضارة الحبشية والحضارة اليمنية وغيرها من الحضارات التي كانت في ذاك الوقت.
ويقول ابن كثير في تفسيره: المراد بذلك ما كانوا يألفونه. إلافي معناها ما يألفونه من الرحلة في الصيف والشتاء، من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين. مظاهر الحياة الثقافية في العصر الجاهلي: كان لعرب الشمال علاقة بعرب الجنوب، هذه التجارة أو حضارة القحطانيين وحضارة سبأ، وما تلبث بها من معارف ومن حضارة ومن ازدهار بحضارة أهل الشام. كما نجد أن العرب الشماليين كانوا على صلة الحضارة المجاورة، كما يقول الدكتور شوقي ضيف: وكان تجار مكة يدخلون في مصر والشام وبلاد الفرس، لذلك تأثروا بهذه الحضارات ونقلوا منها بعض المظاهر الحضارية والثقافية، وقد ركزوا على لغتهم وأخلاقهم. وكان يتصلون مباشرة بالفرس وبلاد الفرس والروم، كانت لهم ثقافاتهم ولهم عاداتهم ولهم تقاليدهم. إذن أهم معارف العرب وعلومهم في العصر الجاهلي: العرب لا يكتبون، ولكن كان لهم علوم، ومن العلوم علم الأنساب والأيام، ومعرفة العرب بالنجوم ومطالعها وأنوائها. ولذلك نرى رأيا للجاحظ في هذا الكلام. يقول الجاحظ في كتابه البيان والتبيين: إن العرب عرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء، كانوا يهتدون وبالنجم هم يهتدون، كما جاء في القرآن الكريم. وكان للعرب معرفة بأوقات النجوم ومطالعها. وأيضا العرب عندهم معارف طبية والفراسة والحكم والأمثال، كل ذلك يدل على رجاحة العقل وعلى النظر الدقيق. ثالثا، كان العرب في الجاهلية يلقنون أبنائهم وبناتهم ما هم في احتياج له من المعارف، يعدونهم بها إلى الكمال المعروف. وكان أول ذلك عند التدريب على الفصاحة، لذلك العرب كانوا يهتمون بفصاحة اللسان، فالأطفال يذهبون بهم إلى البدو حيث يتعلمون اللغة الفصيحة والشجاعة. وإن كانت فيهم، ولكن يزودون عن أبنائهم الخطأ ويعصمونهم من اللكنة والخطل. الخطل هو الكذب. وقد شعروا بأن الاختلاط أصل فساد اللغات. هم كانوا يتاجرون ولكن لا يختلطون بغيرهم، وفرارا من هذا الفساد تواطؤوا على مبدأين: ترك الاختلاط بمصاهرة غيرهم من الأمم، كانوا لا يتصاهرون مع الأمم التي كان يتواصلون معها حفاظا على نسلهم. ترك المقام بمدائن مجاوريهم من العجم كالفرس والروم على كثرة رحلاتهم إليه. رابعا، الشعر كان أكثر علم العرب، فبه حفظوا أيامهم، كما قلنا الشعر ديوان العربي، وخلدوا مآثرهم ودونوا حروبهم وسنوا كثيرا من مكارم الأخلاق. وقد بلغت العناية بالشعر مبلغا عظيما لما لم يكونوا يدونون ويكتبون، كانوا يحفظون الشعر. يقول الشاعر 100 بيت فيحفظونه عنه عن ظهر قلب. وكانوا يعنون بحفظ أنسابهم وتاريخهم ومفاخرهم، وكانوا يخشون النسيان على قوة عوارضهم وبراعة حوافظهم. فكان الشعر من حيث إنه يذكر مفاخرهم ويثير شجاعتهم ويرثي شريفهم، فتلك ما يسمى بالأقراض الشعرية التي كانت في العصر الجاهلي.
ويمدح ساداته، ويتضمن في ذلك حفظ أنسابهم وتذكيرهم بأيامهم. خامسا تعليم الأخلاق الجميلة والصفات العالية، فكانوا يشبون أبنائهم وبناتهم على أخلاق تنفعهم كلا في خطته من المجتمع. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان للعرب وخاصة قبيلة قريش أخلاق جميلة، أخلاق سامية، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وليكمل تلك الأخلاق. كانت لهم أسواق ومجالس أدبية، شعراء يأتون في أسواق، سوق عكاظ، سوق مجن، وهذه الأسواق كانوا يأتون الشعراء من كل فوج، وتضرب قبة للنابق الذبياني، وهو يعتبر أول ناقد عربي في الشعر العربي في العصر الجاهلي. فكل شاعر يقول شعره، وهو الذي يزن ويميز أحسنه من رديء. فكانت هنالك أندية والمجامع العلمية التي نعرفها اليوم. أشهر الأسواق التي كانت لتناشد الأشعار وهي سوق عكاظ، ومكانه قرب الطائف. سوق مجنة ومكانه قرب مكة، وسوق ذي المجاز ومكانه جهة عرفة. هذه الأسواق كانت تضرب فيها قبب حمراء للنقاد، وكل شاعر يأتي ويقول شعره ويميز بين الحسن والرديء. وبهذا نختم هذه الحلقة، إلى أن نلتقي بكم في الحلقات القادمة. جزاكم الله خيرا وحسن مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي